طالعين من العيد واكلنا اللحمه والفته والرقاق وخلاص بقى عايزين حاجه كده تفتح النفس وتكون سهله وبسيطه واكله كده حرشه. مفيش احلى من اكلتنا النهارده. هاتي بقى كام بتنجانيه، كام بطاطسايه، فلفل، طماطم، كل اللي عندك في التلاجة لميه ويلا هنعمل مع بعض احلى صينيه مسقعه طعمها خطير وفعلا فعلا تفتح النفس. هاتي بقى كميه البتنجان اللي انت هتستخدميه او على حسب افراد اسرتك. هاتي بتنجان وقشريه او ممكن تسيبيه بقشره. انا عملت خير الامور الوسط، قشرت حته وسبت حته. هنقعه في شويه ملح حوالي ربع ساعه وبعد كده هغسله غسله سريعه وهسيبه في المصفى يتصفى جنبي. هقشر كمان البطاطس وهقطعها صوابع، ما تخليهاش ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، برضو خليها في الوسط. هقطع بقى كل كميه البطاطس اللي معايا وهشطفها شطفه سريعه وبرضو هسيبها في ميه. اهم حاجه حطيها في ميه وانتي بتشتغلي اول ما تبداي تحمريها عشان ما تسودش معاكي. طاسه بقى على النار وفيها كميه زيت مناسبه للقلي. هبدا انزل بالبطاطس الاول، مش هقلي البتنجان عشان البتنجان بيخلي الزيت بتاعي يسود، وبعد كده لما بتقلي البطاطس بتاخد لون غامق. نبدا الاول بالبطاطس. اول ما تاخد معاكي اللون الجولد كده ابداي طلعيها على صينيه او طبق. المهم ما تخليهاش كلها فوق بعضها عشان ما تطراش. هبدا برضو اقلي البتنجان بتاعي. برضو اول ما ياخد معايا اللون الجولد ده هبدا برضو ان انا اطلعه. هجيب بقى كام قرن فلفل سبايسي او بارد حسب ما بتحبي، برضو هقليهم في نفس الطاسه. هنقص كميه الزيت اللي احنا قلينا فيها البتنجان والبطاطس، وهبدا انزل بقرن فلفل سبايسي متقطع مكعبات، وهنزل عليه بمعلقه توم كبيره مفرومه. عايزه اقولك الطشه دي ريحتها خطيره. هنا كان معايا حوالي نص كيلو طماطم ضربته في الخلاط. اول ما التوم بتاعي ياخد اللون الجولد هنزل بكميه الطماطم. هظبط بقى الملح بتاعي وهنزل كمان بمعلقه صغيره سكر عشان الحموضه. انا هنا الصلصه بتاعتي مش عايزاها تتسبك وتبقى تقيله، انا عايزاها كده تبقى خفيفه. هجيب بقى البايركس بتاعي او الصينيه اي حاجه تكون بتدخل معاكي الفرن. هبدا انزل في الاول كده بكبشه صلصه وارص بقى البتنجان بتاعي، وبعد كده برضو انزل بكبشه صلصه، وفي النص هحط البطاطس، واخر حاجه هرصها معايا برضو البتنجان. هنزل برضو بكميه الصلصه اغطي البتنجان بتاعي. عايزه اقولك طعمها خطير وتستاهل التجربه وكمان تفتح النفس. انزلي كمان بقى كده كام قرن فلفل السبايس اللي احنا قليناهم مع بعض كده على الوش ورصيهم، بتدي شكل حلو قوي. دخلي بقى الصينيه بتاعتك دي الفرن على درجه حراره 180، مشغله الفرن من قبل ما تبداي في الصينيه عشان يبقى كده سخن. كل حاجه مستويه معايا بس بتاخد طعم حلو قوي وبتتشرب من بعضها كده. طعمها خطير، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.